لما حد بيسأل عن زراعة أسنان لفك كامل بيسمع تفاوت كبير في الأسعار. يا ترى إيه السبب؟ الإجابة باختصار إن مش كل 4 زرعات اتحطوا في الفك بأي تكلفة هم زراعة فك كامل يعيش معاك ويكون مريح وما يسببش مشاكل. وعشان نفهم أكتر خلونا الأول نعرف إننا بنحتاج نعمل زراعة فك كامل في حالة الفقد الكلي للأسنان، أو إن الأسنان تكون موجودة لكن حصل تآكل للعظم المحيط فبنضطر للأسف نخلعها. وبعد كده بنبدأ عملية الزراعة بخطوات مدروسة بكل دقة. وأول خطوة هي التشخيص الدقيق للحالة، والتانية عمل الأشعة ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد العظم في كل الاتجاهات. وتالت خطوة عمل تصميم ديجيتال بيتضمن عدد الزرعات وتوزيعها في المكان المناسب في عظم الفك، واللي بيكون من 4 ل6 زرعات. والخطوة الرابعة هي تحديد هل في احتياج لزراعة عظم قبل وضع الزرعات ولا لا. وخامس خطوة هي إجراء عملية الزراعة، وده بيتم بشكل احترافي وفي وقت بسيط لأن كل خطوة بتكون تم دراستها قبل إجراء العملية وموضوعة في خطة علاج مرسومة بشكل دقيق. وسادس خطوة عمل التركيبة المؤقتة في نفس جلسة الزراعة. وسابع خطوة بتكون بعد من 3 ل6 شهور، وهي مرحلة التركيبة النهائية وتحديد نوعها. وهنا نقدر نعرف إن تفاوت الأسعار بيكون له عدة عوامل، أولها وأهمها هو كفاءة الطبيب وإنه يكون مختص، وتاني عامل هو نوع الزراعات وعددها، وتالت عامل هنحتاج زراعة عظم ولا لأ. أما العامل الرابع فهو في تركيبة مؤقتة ولا مش هنعملها. وخامس حاجة وده بيفرق جدا في السعر، وهو نوع التركيبة النهائية وجودتها وعلاقتها بالأنسجة المحيطة تفاديا للالتهابات وتجميع الأكل وروائح الفم غير المستحبة. وفي عيادات دكتور عمار بنقدر نقدم للمريض مجموعة خيارات كلها مقارنة بين حسن وأحسن، وبنرشح له أنسب حاجة لحالته مش شرط أغلى حاجة. ونصيحة أخيرة، لو عندك أسنان بسيطة مفقودة الحق ازرعها وما تستناش توصل للمرحلة دي. وسواء كنت هتعمل زرعة واحدة أو أكتر أو حتى فك كامل، فكل الخطوات بتتم على إيد أطباء مختصين بكل دقة وبأحدث الطرق العلمية، عشان نكون دايما قادرين نقدم لك زراعة بضمان مدى الحياة. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.